باذن الله هدف. وريني هدف الاول لمنتخب المغرب باذن الله. مربوحه ان شاء الله. اصحى معايا يا عبد الكريم، اصحى معايا يا مصباح يا عبد الكريم. العيال دي ضربه اساسا باسبورات واعمار وكل حاجه. دول اكبر من 20 سنه، دول اكبر من 30 سنه اساسا، واخدين منشطات ما بيتعبوش. اتطرد منهم واحد وبرضه زي ما هم ما بيتعبوش بتوع فرنسا. يلا يا عبدو، صد يا عبدو، فرحني يا عبدو، خلينا نصحي الجيران يا عبدو. دخل، سيبها تدخل يا اورنيتا. يلا يا الياس، حط يا الياس، حطها يا الياس. 2-1 لحد دلوقتي، احنا في السليم بالصلاه على النبي. الواد ده شكله هيضيعها. يلا يا مصباح، يلا يا مصباحي، صدها. يلا يا مصباحي، صدها يا مصباحي، خلي وشنا ينور. سانكس يا مستر مصباحي، سانكس مصباحي. الواد ده وشه ضياع اساسا. يلا يا زبيري، حطها يا زبيري، حطها زبيري. مش لازم تتكرر كل مره في العارضه. ان شاء الله مغربيه باذن الله. المنتخب المغربي باذن الرحمن هيصعد للنهائي ويتغلب على العقده الفرنسيه بتاعه 2022. حتى الهدف اللي دخل في المغرب في البطوله من لعب مفتوح كان برضه من فرنسا. علي يا حمولي، ريح قلبي يا حمولي، يا حمولي. ليه يا حمولي؟ ليه يا بابا؟ ليه نصعب الامور على نفسنا؟ ليه يا حمولي؟ مفيش اجمد من كده يا حمولي. ما تعشست يا عم حمولي، شوطها في اي زاويه قويه فوق يا حمولي. دي تسديده يا حمولي. ايه رايت الكرسي كده يا عبدو؟ خلي ربنا يفتحها في وشنا يا عبدو، نصد كوره يا عبدو. حطها يا حداد، انا بحب السيناريوهات الدراميه. سانكس يا مستر حداد، سانكس. ركله. ربنا معاك يا عبد الكريم يا مصباح، تصد كوره كده وتنور وشنا كلنا. الواد ده شكله تحس ان هو ابوه وامه غضبانين عليه. يلا يا ابني، جدع يا عبد الكريم. انا قلت لك شكل ابوه وامه داعين عليه. الواد داخل وكله كتاب. انجاز للتاريخ بيحققه منتخب المغرب الى النهائي يا شباب، الى النهائي. اسبقنا اكثر التلفزيون، الجيران هتصحى. اسبق للاطلس الى النهائي، اتغلبوا على العقده الفرنسيه. اي نعم فرنسا كانت بدنيا اقوى وكانت طوليا اطول وكانوا عمريا اكبر بكتير وضاربين جوازات سفر وكل حاجه، ولكن دول الامهر، دول الاشطر، دول الاحرف، دول الاحسن، دول الافضل. المنتخب المغربي الى النهائي يا شباب. سانكس يا عم عبد الكريم، مبروك لمنتخب المغرب، والحمد لله ان انا وش حلو عليكم.